شيلة كتب كلماتها الشاعر أبو ذياب الحداد من عزلة كحلان مديرية الرضمة، يهديها ويقدمها للشيخ معين عبده البحش رئيس مجلس العرف القبلي بمحافظة إب، تقديرا لجهودها المبذولة ومواقفها المشرفة في المناطق الوسطى. أداء الشاعر أبو تركي التناني. مع تحيات سول ستوديو طه المرادي. أعوذ بالله وبسم الله برفع شعاري قبل ما يبدأ المجهول يرفع شعاره، وانظم أبيات مخزونة بقاع البحر يا بحور القصيد هس جهاز الإشارة، وانت يا هاجس شاق الجهاز الطواري بلغ الشيخ معين من كل قرية وحارة، وشكر ما توزنه ذا الرمال بالصحاري، أشهد إنه راجل فيه الكرم والعسارة، شيخ فيه الثقة دكتور وكادر إداري حاز كل الخصال بالمرجلة والمهارة، وساس كحلان مثله الدم في الجسم جاري كلمة الحق يديها ويصدر قراره، وللمشايخ والأصحاب السجل التجاري لا ولا من معاه مدخل 50 عماره، صلحوا مثل ما صلح وكل نداري، نسأل الله ينر دربه ويقوي مساره، انتهى عهد الاستبداد وعهد الجواري وابتدى عهد صناع القرار والشطاره، انتبه لا تصدق وكل حاقد مغاري لا تصاحب بشر ما منه الا الخساره، انت ساس البلد واهل كل عارف وداره، انت من بيت له تاريخ وتوم حضاره، انت واحد من اقيال اليمن في الديار، صاحب العرف والحكمه سمو والاماره، انت مرجع للايتام والضعاف واستشاري، انت انسان متعلم وعلمك اناره، وفيك املنا كاملنا حتى فيه طاري، والذي ما معه فانت اخوه وانت جاره، وقد قلوب البشر مثل الحديد والحجاري، وانت يا شيخ معين قلبك خلق من طهاره، أسأل الله تكون مثل الإمام البخاري ذي بقيل العباد من بعد موته ما نراه، أسأل الله تكون مثل الإمام البخاري ذي بقيل العباد من بعد موته ما نراه، رغم الأوضاع في شعب اليمن والحصاري قام بتوزيع سلال داخل وخارج دياره، ونال تأييد من الناس الكبار والصغار، حصنك أحلام يشهد له وتشهد حجاره، واشهد يا شوامخ واشهد يا البراري، إن والشخص ذي فيه الثقة والجاه